الجزائر تتحدى العالم بسيارة قال لك فواتور إلكتريك. هذه هي يا خالتي، راك تشوفوا يعني الإنجاز. هذا هو الحمار، هذا هو الحمار. هو نموذج مبدئي لأول سيارة كهربائية جزائرية. صدق أو لا تصدق. مشروع تم الانطلاق فيه بكفاءة جزائرية، وسيجسد ما وصلت إليه الجزائر من تطور في مجال التكنولوجيا الصناعية. الجزائر قوة ضاربة. هذا النموذج الذي هو أمامكم لسيارة كهربائية. هذيك سيارة كهربائية وانت يعني في راسك يعني الداخل راسك راك متأكد باللي هذيك سيارة كهربائية، حيث أن الهيكل صمم 100% بالمركز. أنت تتكلم جد؟ والله ما أعرف غير منك دلوقتي أبو حميد. التحكم في إطار الإنجاز. ثانية واحدة عشان نفهم بس، احنا يعني نفهم نبقى معاكم. المحرك في إطار الإنجاز. ستوب بقى، معلش هنقف هنا. والبطارية الكهربائية أنجزت 100% من طرف مركز البحث هذا ومركز بحث آخر. سيسألون يوم القيامة عما فعلوا بهذا الشعب. تم الكشف عن ابتكارات مغربية خالصة صديقة للبيئة، فقد قدمت الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك أول سيارة تعمل بالطاقة الكهربائية فقط دون الحاجة إلى الوقود. السيارة أطلق عليها اسم أصلان، وهي من صنع مغربي. كاين شي ناس اللي كيقول لك حنا في المغرب كنفخروا الرويض. لا سيدي، حنا كنصوبوا المحركات وكنصوبوا السيارات وكنسموا السيارات. هنا كنسموها ماشي غير كنصوبوها. هي سيارة كهربائية 100% مغربية الصنع، تستطيع السير بسرعة 130 كيلومتر في الساعة وأن تقطع 200 كيلومتر دون شحن البطارية. سيارة كهربائية صممها مهندسون مغاربة، وهي نتيجة خبرات محلية مستوحاة من السيارات الدولية. المغرب هرب علينا هربة تاع 200 سنة. اليوم عطينا الانطلاقة مع مجموعة رونو لتصنيع سيارة جوغير، اللي هي أولا أول سيارة في هذا الحجم اللي كتصنع في المنظومة الصناعية المغربية. اليوم المغرب رقم صعب على جميع المستويات. هذه السيارة في هذا الحجم هي سيارة عائلية، هي أيضا أول سيارة هاجنة يعني هيبريد اللي غتصنع في المغرب. هنا نؤكد بأننا سنواصل مسارنا، أحب من أحب وكره من كره، رغم انزعاج الأداء وحسد الحاقدين.